ليها شخصية مميزة عن باقي البلاد. لو قلنا حب اليابانيين للعمل والألمان للدقة والفرنسيين للحرية والمصريين للكوميديا والنكت، لو جينا نسقط الموضوع دويتي على السينما هنشيل أمريكا من الحسبة بسبب تنوعها في كل التيمات تقريبا. وخدنا مثلا السينما الكورية ونشوف سينما التلاعب بالزمن زي ذا فورجيفن وذا كول، نشوف السينما الإيرانية ونشوف تميزها في الدراما زي أفلام زي أوف سايت وسيبريشن. بزنه خرجی نده. نه خیر ایشون نه معتاده نه مشکلی داره. بس ايه المميز في السينما المصرية؟ هي من الأول كان عندها تيم أصلا ولا هي دايما ما عندهاش شخصية مميزة؟ تعالوا نشوف السينما المصرية ورحلتها من سينما صامتة لمرعى البنيمو. بداية السينما في مصر أصلا عن طريق فيلم للأخوان لومير، عرضوه في الإسكندرية سنة 97 سنة 1897 بالتحديد، تساويا مع بداية السينما العالمية. بس كل بيعتبر فيلم ليلة سنة 1927 هو البداية الفعلية للسينما المصرية. في مراحل الثلاثينات اتغير الموضوع شوية وابتدى يدخل عليه نوع جديد من أنواع التيمات اللي هي تيمة الأفلام الموسيقية. بدأ الموضوع مع الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب اللي قدم أول أفلامه الوردة البيضاء اللي نجح نجاح كبير وحقق إيرادات 250 جنيه، وكمان ساهم في زيادة شعبية السينما المصرية إنه خلى جمهور كبير يدخل السينما. ومع دخول الأفلام الموسيقية دخلت معها أشهر تيمة مصاحبة لها اللي هي تيمة الرومانسية. الأول ما نقول لحد فيلم غنائي هيتخيل البطل تحت شباك حبيبته بيغني، بس برضه فضلت تيمة الدراما هي الأساس. مثلا ممكن نشوف فيلم زينب أو أولاد زوات، ودخلت معاها كمان تيمة جديدة اللي هي تيمة الكوميديا على يد الكبير نجيب الريحاني زي حريق كشكش بيه وسلامته عايز يتجوز بأشهر شخصية قدمها على المسرح كشكش بيه. وفي آخر التلاتينات عمل فيلم سلام بخير. التلاتينات ممكن نقول إنها انفجرت سنة 39، نزل تقريبا كل الأنواع، الكوميدي في عاشور يحب زليخة، الدراما في العزيمة، والموسيقى كمان في ليلة ممطرة، واخيرا الرومانسي في قيس وليلى. والاربعينيات في بدايتها كانت ماشيه زي التلاتينات بس بغزاره انتاج، يعني انتاج العشرينات بالكامل ممكن يكون اقل من انتاج سنه واحده في الاربعينات. والاربعينات كانت بتعمل افلام موسيقيه كتير حتى لو هتدخل معاها تيمه كمان، زي مثلا الكوميدي الموسيقي في رصاصة في القلب والتاريخ الموسيقي في سلامة. منتصف الاربعينات بعد الحرب العالميه الثالثه ظهر منتجين جداد عايزين يعملوا شكل فلوس او اغنياء حرب زي ما طلع عليهم. افلامهم كانت كوميديا هلسه سيناريو ضعيف، كانوا بيخيلوا الممثلين الشباب الجداد اللي لسه طالعين يعملوا بطولتها زي انور وجدي. وفضلت مكمله كمان لبدايه الخمسينات. اغنياء الحرب زادت شهرتهم لانتاج الافلام، بس زاد عليهم تيمة الميلودراما الغنائية لاستغلال نجاح مطربين. بس الفترة دي قدمت مخرجين حبوا الصناعة وعملوا أعمال في منتصف الخمسينات أفضل من الناحية الفنية. هي الواحدة بتتجوز كم مرة في عمرها؟ تيمة الدراما بتزيد تطور على يد مخرجين زي صلاح أبو سيف، بس تيمة الكوميديا بتقدم أفلام إسماعيل اللي ممكن تكون عجبتنا لأنها كلاسيكيات، بس هي على المستوى الفني رديئة جدا. وفي الخمسينات وبسبب التغيرات السياسية في البلد ظهر أفكار أفلام كتيرة طارت من الأفلام الدرامية وخلتها تبقى في الوش زي ما كانت في العشرينات، زي فيلم صراع في الوادي اللي حكى عن مشاكل الإقطاع. والأفلام الميوزك كمان كانت بتطار، بس الكوميدي بعد رحيل الريحاني وتوقف الكسار بقى كله ملك إسماعيل ياسين. وزي ما قلنا تعاون مع أغنياء الحرب. في تيمة كمان دخلت في بداية السينما المصرية وهي تيمة الأفلام التاريخية بفيلم شجرة الدر اللي أصلا لما نزل كان حاصل مشكلة بينه وبين فيلم أولاد الزوات على مين فيهم أول فيلم ناطق، وحجة فيلم شجرة الدر إن فيلم أولاد الزوات نصف ناطق. بس تيمة الأفلام التاريخية ما انتشرتش زي انتشار باقي التيمات، فكان إنتاجها قليل في الأول، بس زاد انتشارها في الستينات زي أفلام وإسلاماه وصلاح الدين والأيدي الناعمة. ده بقى بالصلاة على النبي كده حوالي 40. والستينات كمان بسبب تطور المخرجين او جيل الاساتذه كمال الشيخ يوسف شاهين هنري بركات والمعروف للعرب صلاح ابو سيف. طورت الدراما وبقت هي التيمه الاساسيه بس مش على حساب باقي التيمات، يعني بينا ننزل ميوزيكال عادي وكوميدي عادي وكمان تاريخ. بس المخرجين بيزعقوا العالم ويقول لهم تعالوا شوفوا عندنا سينما بافكارنا وبنناظر لبلدنا. في اخر الستينات حصلت النكسه اللي اثرت على السينما، فهتلاقي افلام بتحكي عن الارض والانتكاسه والظلم زي الارض، الزوجة التانية، غروب وشروق. السبعينات الصدمة حولتها للفلسفة، ما تقدرش تقول انها فلسفية بالكامل بس ما تقدرش تشيل منها الطابع الفلسفي التساؤلي. تحس النكسة كانت نكسة سينما مش الارض بس. هنشوفها في افلام يوسف شاهين الاختيار والعصفور وعودة الابن الضال، وفيلم صلاح ابو سيف السقامات، وكمان فيلم كمال الشيخ على ما نطلق الرصاص. دعوة بدعية بصلاتي اللهم اكفني شر غواية النفس. وبداية الثمانينات كان معادنا مع تغيير تاني، المخرجين القدام أعمالهم قلت وظهر المخرجين الواقعية الجديدة، محمد خان، عاطف الطيب، داود عبد السيد، خالد بشارة. أعمالهم كانت تطوير في الدراما، واستولت أفلام المولات على تيمة افلامها الرديئة خاصة بعد انتشار الفيديو في مصر. عليك كلام ايه وانا ولي
ذكية بتقول انك بتشتغل مع حبش وبتزور اوراق. تعتبر البعض دراما الثمانينات مميزة لدرجة مقارنتها بدراما الستينات. صحيح الجيل الجديد من المخرجين عمل أفلام رائعة تعتبر من علامات السينما مشاركة الجيل القديم زودت من قيمة الحقبة، والتسعينات في أولها كانت برضو مع مخرجين واقعية جديدة، بس القدام قلت أعمالهم جدا. في أواخر التسعينات انفجرت قنبلتين في وشنا. سنة 96 انفجر في وشنا إسماعيلية رايح جاي، و97 انفجر في وشنا صعيدي في الجامعة الأمريكية، اللي أعاد صحوة الأفلام الكوميدية ورجعها من أفلام المقاولات اللي تأثرت ساعتها بحرب الخليج في أوائل التسعينات. وزي ما تقول كده الدنيا قامت وما عادتش. الدراما تيمة السينما المصرية الأولى اللي تميزت فيها تراجعت شوية بشوية للاختفاء، وبقت تيمة مصر على مدار 10 سنين هي الكوميدي بقصص متوسطة لجيد جدا في بعض الأحيان. بعد الثورة طلعت موجة أفلام سيئات الجودة إنتاج السكر. هو صحيح أعماله قبل الثورة ما كانتش ذات مستوى، بس برضه المستوى قل عن المستوى اللي كان قبل الثورة. تحس السينما ما لقيتش ضلتها، ما تعرفش ده عدم وجود مخرجين يقدروا ياخدوا بيد الصناعة زي ما كان بيحصل قبل كده، أو عدم تقبل من الجمهور، بس الحال وصلنا إن النجم صاحب الصحوة الأخيرة عمل فيلم مرعي البريمي. في تيمة أنا أجلت الكلام عنها للآخر لأن صحوتها ممكن نقول إنها جت متأخرة، مش بنجوم كتير زي الباقي. تيمة الأكشن، وأنا أكيد أول ما قلت كلمة أكشن طلع في وشنا أحمد السقا. هو صحيح هو المطور، بس توفرت معاه عوامل تانية. مخرج بيحاول يعيد نفسه في تيمة جديدة بعد انتشاره في تيمة قديمة، شريف عرفة. أو مخرج جاي من بره عايز يطبق أفكار جديدة، طارق العريان. وكمان دارسين المجال زي أندرو وعمر مجايبر. بس زي أي مرحلة أكيد كان ليها بدايات. ممكن نقول بدايتها كانت على يد ملك الترس وفريد شوقي في أفلامه اللي كان بيطير فيها حبة بضربة واحدة. كمان أفلام المقاولات استخدمتها عشان ترفع أفلامها في التسعينات كنوع من أنواع الانتعاش، بس جودتها كلها ما تجيش زي الأفلام اللي قدمها السقا. امسك نفسك يا صبحي. بس بعد الثورة تأثرت زي تأثر الكوميديا، ودخلت البلطجة كنوع من أنواع الأكشن، وحققت نجاح جماهيري، لكن فنيا كان سيء جدا. ممكن نقول إن الحال اتحسن بعد أفلام زي ولاد رزق والممر وكيرة والجن، بس احنا ما عندناش حاجتنا الخاصة، يعني أكشن الجزيرة وإبراهيم الأبيض اللي كان ممكن يكون بيميزنا في تيمة الأكشن معرفناش نطوره، والأفلام اللي من نفس النوعية كانت مش حلوة خالص، والكوميديا فضلت تتراجع لغاية دلوقتي. ممكن نقول إن مفيش كوميديا، اللي هو ما عندناش شخصيتنا الكوميدية اللي كانت موجودة. خلاص ما عدتش فاهم انا بشتغل في ايه. احنا بقينا سلطه. حتى الدراما اللي اتميزنا فيها وكنا بنطور فيها ركناها على جنب، والاكشن اللي وصلنا فيه النقطة كويسة نزلنا عن الحد ده، ابتدينا ننحت وخلاص. فاحنا دلوقتي مستنيين صعيدي في الجامعة الأمريكية 2، مش الفيلم، لا الحدث اللي ممكن يغير شكل السينما.